يا باشمهندسين من قناة سينتكس لاب. إن شاء الله النهاردة الفيديو الثالث من كورس الجافا. إن شاء الله النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الفاريبل، والفاريبل هتبقى متقسمة معانا لتو بارتس أو لجزئين يعني أو لفيديوهين. الفيديو بتاع النهاردة هناخد فيه الجزء الأكبر والجزء الأهم، وإن شاء الله هنكمل باقي الحاجات بتاعة الفاريبل المرة الجاية. وتنويه مهم جدا، قبل ما تتفرج على الفيديو ده لازم تتفرج على الفيديو بتاع البرنت. في حاجات هقولها في الفيديو ده تبقى معتمدة على الفيديو بتاع البرنتنج اللي هو الفيديو اللي قبل ده على طول. وبس يلا نخش في الشرح على طول. بص يا صديقي، اعتبر الفاريبل ده زي الصندوق، تمام؟ نفترض ان انا معايا رقم تليفون، ومعلش افترض ان اللي ظاهر قدامك ده رقم تليفون، وانا عايز اعبر عن رقم التليفون ده باسم او اشيله في حاجة بحيث انه يبقى معايا وقت ما احتاجه اندهله بس بالاسم بتاعه. خلينا نسمي الصندوق او الفاريبل بتاعنا ماي نمبر اللي هو الصندوق. هنروح حاطين النمبر جوه الصندوق، فلما هاجي هنده عليها انا عايزك تعتبر ان انا لما انده على الفاريبل كانه شخص بينده على حد عادي جدا. هاجي هنده عليه بالاسم بتاعه اللي هو الماي نمبر، وبعد كده زي ما هنشوف بعد شويه في العملي لما هنده عليه بالاسم بتاعه هيظهر لي الحاجه اللي موجوده جوه الصندوق. وده مفهوم الفاريبل بمنتهى البساطه. بعد ما فهمنا يعني ايه فاريبلز، تعالوا ندخل بعد الفيجوال ستوديو ونشوف الكلام ده عملي. اول حاجه هناخدها هو ازاي انا بكتب الفاريبل او ازاي بانشئه او بعمل له ديكليريشن على الفيجوال ستوديو بلغه الجافا. اول حاجه هتكتبها هي الداتا تايب، وهتفهم يعني ايه داتا تايب كويس قوي، بس سيبني اكمل لغايه الاخر. بعد كده هتكتب الاسم اللي انت هتنده بيه على الفاليو اللي جوه الداتا تايب دي. يعني زي مثلا في المثال اللي احنا خدناه كان اسم الصندوق ماي نمبر، فهو ده الاسم، فاحنا بنسميه var name اختصارا لكلمه فاريبل. الداتا تايب دي اعتبرها الصندوق، تمام؟ والvar name ده الاسم اللي على الصندوق. بعد كده بتساوي الفاليو اللي انت هتحطها جوه الصندوق، في الاخر خالص سيمي كولون. طيب واحده واحده وتعالى نبدا. برضو هكتب تحتيها علشان محدش يتلخبط تكون معاك. ده طيب دي في المثال اللي احنا شرحناه يبقى بمثابه البوكس زائد الفار نيم ده اللي هو البوكس نيم، والفاليو ده اللي هو الفاليو العادي اللي هو بيتحط جوه البوكس. تعال نفهم يعني ايه داتا تايب. داتا تايب من اسمها كده ده نوع الداتا اللي انا هحطها او اللي انا هخزنها. يعني زي ما شفت في الفيديو بتاع البرينتنج، فانا عندي كم نوع داتا؟ كذا نوع. عندي مثلا string لو تكست يعني، وعندي char اللي هو السنجل كوتيشن، وعندي النمبر اي رقم، وعندي كذا داتا تانية، بس ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت هو الداتا تايب. هل انا اللي انا هحطه ده او اللي انا هخزنه ده هل رقم، هل string، هل char كاركتر، هل true او false؟ وده حاجة جديدة اسمها بوليان أو اختصارا اسمها بول. ده معنى كلمة الداتا تايب. تعال ناخد داتا تايب واحدة واحدة. أنا عندي أول داتا تايب هاخدها هي السترينج. السترينج زي ما قلنا في الفيديو بتاع البرينتنج هو التكست، والتكست ده أنا بعبر عنه بالدبل كوتيشن، وبكتب جواه التكست اللي أنا عايزه. هكتب مثلا جواه أحمد، فأحمد ده كده تكست. ده أول داتا تايب هناخدها النهاردة. تاني داتا تايب هناخدها النهاردة هو البوليان. البوليان بتاخد true or false، تاخد true او false condition يعني. تالت داتا تايب هناخدها مع بعض النهارده وهي التشار زي ما قلنا برضو هو الكاركتر، وبرمز له بالسنجل كوتيشن او بيتكتب جوه السنجل كوتيشن. هتقولي طيب احنا خدنا دلوقتي كل حاجه وما دخلناش في الارقام. اقول لك لا، الارقام هناخدها في الفيديو لان الارقام حوارها كبير، لا كبير قوي وليها كذا داتا تايب، فدول اللي احنا هناخدهم بس. وهناخد ازاي نكتب var name لان الvar name ليه قوانين، ليه رولز لازم تمشي عليها. تعالى نعمل مثال. صدقني اللي انا هخزنه ده هو عباره عن تكست وسميته اللي هو النيم، بعد كده حطيت الفاليو اللي هي احمد، وما تنساش ان انا حطيت الدبل كوتيشن عشان ده تكست. طيب انا عايز هندهله ازاي؟ بالسي اوت او السيستم دوت اوت برنت، وهندهله هقول له نيم واعمل رن، هتلاقيه طبع لك احمد. تمام؟ ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، هو ان الجافا لغه حساسه لحاله الاحرف. يعني السترينج اول حرف فيها كابيتال صح، لو شلته كتبته سمول هيديني ايرور. تعالى مثلا عند سيستم اول حرف فيها كابيتال، لو شلته حطيت سمول هيديني ايرور. الحوار ده مهم جدا انك تكون عارفه. طول ما احنا شغالين هفضل اقول لك في حاجات ومعلومات لازم تبقى في دماغك وانت شغال. طيب تعالى ندي مثال على البوليان. مثلا نكتب بوليان وهسميه مثلا، قدامي ما هنزعل اي سميه ازمرت، ونقول له انت بتساوي ترو. طبعا ده مثال، ممكن نعمل واحد تاني بوليان نقول له ازمرت تساوي فولس. طيب
هنا اداك ايرور. طالما اداك ايرور هنا، تعالى بقى نعرف اداك ايرور ليه، وبالمره ناخد معاها قوانين كتابه الفارنيم. قوانين الفارنيم سهله جدا وبسيطه، متقلقش. اول حاجه، ما ينفعش ابدا الاسم بتاعي بتاع الفاريبل برقم، يعني ما ينفعش اكتب 1 بيساوي احمد، ده كده فولس، غلط. لكن ينفع استخدم الارقام دي في نص او في اخر الفار نيم، يعني ممكن اكتب نيم 2 مثلا هيساوي سيميكون، ده كده ترو صح، مش هيديك ايرور. طيب ما ينفعش تبدا الاسم باي سبيشال كاركتر، يعني ما ينفعش تبدا بالهاشتاج مثلا تقول له نيم ده بيساوي احمد مثلا، هيديك فولس، غلط، او يعني هيديك ايرور يعني. تعال نجرب وهقول لك الايرور ده جاي منين، لسه ما وصلناش للحته دي. تعال نعمل نوع متغير من نوع سترينج ونسميه مثلا هاشتاج نيم مثلا بيساوي علي، هيديك ايرور ليه؟ عشان الاسم. طيب تعالى نشيل الهاشتاج من هنا كده ونحطه في الاخر، هيديك ايرور. يبقى الهاشتاج او السبيشال كاركتر بصفه عامه زي الموديلس، زي علامه الفي، الاكبر منه والاصغر منه، كل السبيشال كاركتر ما ينفعش تستخدمها خالص في النيم بتاعك. القاعده اللي بعد كده اللي ما ينفعش استخدمها هو ان انا اعيد كتابه الفار نيم. يعني انا مثلا عندي في الفار نيم ده نيم 2، ما ينفعش اجي تحتيه كده مثلا واكتب نيم 2 بيساوي احمد، اديك فولس. ليه؟ لان انا كاتب فوق نيم 2، ما ينفعش اكرره، وده اللي حصل. انا مسمي فوق سترينج بنيم، وجيت تحت سميت سترينج تاني بنيم. لو حطيت هنا نيم واحد الايرور هيختفي. تعالى هنا از مارد، صح؟ از مارد اهي، وتحت في از مارد تاني، هنا هيديني ايرور. تعال نحط كده 3 مثلا او 2، اي حاجه. حط يا باشا از مارد واحط اي مثلا، اللي راح يكتب. ما ينفعش تسميه بنفس الاسم. المعلومه اللي بعد كده وهي معلومه تخص الاندرسكور. الاندرسكور اللي هو الشيفت ومعاه زرار بتاع الناقص. الاندرسكور ده ينفع تستخدمه في الاسماء عادي، ينفع تستخدمها في الاول في الاخر في اي حته. يعني بمعنى تاني ما ينفعش تستخدم اي سبيشال كاركتر غير الاندرسكور، تمام؟ يعني نضع متغير واسميه اندرسكور نيم بيساوي مينا مثلا، ادي نيترو. مش مصدق، تعال نجرب فوق، نعمل سترينج نسميه اندرسكور نيم بيساوي دبل كوتيشن مينا، ما ادكش ايرور وعادي. طبعا العلامه الصفراء دي معناها ان انت ما استخدمتش المتغير ده في حاجه، يعني تعالى فوق كده، هنا مش مديني العلامه الصفراء دي عشان انا مستخدم النيم ده بعد كده. يعني لو جبنا السطر ده كده وعملنا كومنت هيظهر لي علامه صفراء على الاسم بتاع الفاريبل. تعال نجرب بعد كده التشار. خد بالك ان التشار اول حرف لازم يبقى سمول، سميه سي اتش مثلا وتساوي سنجل كوتيشن حرف الاي سيميكون. بعد كده ممكن تعمل سيستم دوت اوت برنت سي اتش مثلا وتدمج معاها نيم 1 وتعمل رن، يطبع لك احمد. طبعا ده السيستم دوت اوت برنت اللي فوق. بعد كده يطبع لك السي اتش اللي هي ب حطها لك اهي. بعد كده جاب لك النيم 1 اللي هي علي وحطها لك بعد الاي. فاحنا كده خدنا قوانين الفار نيم، اخدنا السترينج والبوليان والتشار. اخر حاجه في الفار نيم، انت المفروض تسمي اسم الفاريبل باسم يدل على الاستخدام بتاعه. بمعنى تعالى نشيل ده كله، انا دلوقتي هنا انا مسميه نيم، يعني انا معناه ان انا هاخد اسم. طيب يعني ما ينفعش اجي مثلا سترينج واسميه مثلا اندرسكور اي مثلا اي حاجه وتقول له مثلا انت الفاليو بتاعتك عالي، مش هيديني ايرور. لكن كده اللي هيجي يبص على الفاريبل ده مش هيفهم هو بيعمل ايه. بس ده كان كل حاجه في الفاريبل، يعني ايه فاريبل واستخداماته، وخدنا السترينج والتشار والبوليان. ان شاء الله المره الجايه هناخد النمبرز كلها. المثال اللي حضراتكم شفتوه في الاول ده هنعمله المره الجايه بالنمبر لان كان رقم، وهنشوف تطبيقات كتير على الفاريبل المره الجايه. وكل الكورس كله بقى شغلنا كله عباره عن متغيرات وتطبيقاتها وبس كده. لو عندك اي استفسار هتلاقي الرقم بتاع الواتس في الديسكريبشن، واشوفكم فيديو جديد. سلام.